هذا هو الحكم الدولي علي صباح، 44 سنة، يقود مباراة هذا اليوم. بدأ التحكيم في عام 97، ماجستير تربية رياضية ومدير الشعبة الرياضية في جامعة النهرين. هذا هو مؤمن سليمان، مدرب فريق نادي الشرطة اللي تم التعاقد معه في هذا الموسم. لعب لنادي الزمالك 5 مواسم وتوج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا في عام 96 والسوبر الأفريقي. وعلي صباح حكم مباراة هذا اليوم بين الشرطة وأربيل يعلن انطلاق هذه المواجهة. هذا اللقاء اللي يحمل الرقم 41 في سلسلة لقاءات الفريقين. فريق نادي أربيل يلعب من جهة اليمين إلى جهة اليسار في الملابس الصفراء الموشحة بالسراويل السود، وفريق نادي الشرطة في الملابس التقليدية الخضراء الكاملة. ملعوبة الكرة إلى التوغولي كوني فرانكو يسيطر على الكرة، بينية قصيرة في منتصف الملعب في اللحظات الأولى من عمر هذا اللقاء. حيدر قرمان مقطوع الكرة من أمامه، صراع على الكرة والكرة إلى الخارج وتماس لمصلحة فريق نادي الشرطة. هذا هو الدكتور طه قادر مدرب فريق نادي أربيل في هذا الموسم، لعب لفريق أربيل لعدة مواسم وتماس لمصلحة فريق نادي الشرطة. ملعوب الكرة وليد سالم الدولي السابق لاعب منتخبنا الوطني السابق، كرة عالية مقطوعة من دفاعات فريق نادي أربيل. كوفي فرانكو في الجهة البعيدة، محاولة إلى برزان الشيرزاد 33 سنة، الكرة راجعة إلى الخلف يسيطر عليها فريق نادي أربيل. في الجهة البعيدة هريم تحسين 26 سنة، كرة لا على التعيين مقطوعة يسيطر عليها فريق نادي الشرطة. في الجهة البعيدة عبد المجيد أبو بكر النيجيري في المنتصف لفريق أربيل، محاولة يسيطر عليها محمود المواس رقم 7 لاعب المنتخب السوري، وكرة في المنتصف. كوني فرانكو توغولي لاعب منتخب توغو، فريق نادي أربيل يحاول تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم التي تجمع مع فريق كبير في كرة القدم العراقية فريق نادي الشرطة. هذا هو حيدر قرمان، محاولة توغل راهو يوسف، مقطوع الكرة من أمامه، راجع الكرة إلى الخلف فهد اليوسف، كرة طويلة في المنتصف فريق نادي الشرطة. محمد قاسم لاعب منتخبنا الوطني لا على التعيين يسيطر عليها مصطفى محمد معا، محاولة توغل مصطفى محمد معا اللي تم استدعاء أيضا لصفوف منتخبنا الوطني، والبطاقة الصفراء الأولى ضد لاعب فريق نادي الشرطة مصطفى معا اللي يحمل رقم 34 في هذه المواجهة. الحكم الدولي علي صباح اللي يقود مباراة هذا اليوم، وهذا هو اللاعب فهد اليوسف 34 سنة لاعب المنتخب السوري. وخطأ وسلامات وسقوط لأحد لاعبي فريق أربيل على أرضية الملعب. نشاهد الآن فهد اليوسف وأيضا هردي سيامند وأيضا تواجد لاعب هريم تحسين، وحكم اللقاء الكابتن علي صباح قاضي مباراة هذا اليوم. سلامات لهريم تحسين، وهذا مصطفى محمد معا اللي تلقى بطاقة صفراء قبل لحظات، قادم من القوة الجوية. مصطفى معا 24 سنة، إعادة بالتصوير بطيء للحالة اللي حدثت قبل لحظات من زاوية أخرى، وصافرة وخطأ لمصلحة فريق نادي أربيل. كرة ملعوبة داخل الجزاء، كرة عالية مقطوعة، ضربة رأس من وليد سالم الدولي السابق يسيطر عليها محمود المواس، كرة طويلة في الجهة البعيدة لا على التعيين، مقطوعة مرة أخرى كوسرت يعيدها طويلة أيضا سهلة يسيطر عليها مصطفى محمد معا، قريبة إلى عبد المجيد أبو بكر 27 سنة، 19 مباراة دولية مع منتخب النيجر. علاء عبد الزهرة نجم منتخبنا الوطني السابق القادم من صفوف فريق نادي الزوراء. هذا أبو بكر إلى جهة اليمين عبد المجيد أبو بكر، كرة يسيطر عليها مرة أخرى وليد سالم، كرة تطول وإلى الخارج، وركنية هي الأولى في هذه المواجهة لمصلحة القيثار الخضراء في الجهة القريبة من الملعب. هذا هو وليد سالم 29 سنة، مثل أندية الكهرباء وأربيل والشرطة وزاخة. وهذا هو حسين علي حارس مرمى فريق نادي أربيل، الحارس الشاب القادم من صفوف نادي كربلاء، وركنية لمصلحة الشرطة. محمود المواس على التنفيذ، محمود المواس
كرة على داخل الجزاء، رأسية ما يسيطر عليها، مبعدة من رهوة يوسف، رهوة والكرة تطول إلى الخارج. تماس جديدة لمصلحة القيثارة الخضراء في هذه المواجهة، والبحث عن 3 نقاط جديدة عبر بوابة أربيل، البحث من جديد عن 3 نقاط وتعزيز الصدارة اللي يتصدرها الآن فريق القوة الجوية ب9 نقاط من خلال فوزه في 3 مواجهات. تغلب على القاسم بهدف 1 مقابل لا شيء، وعلى سمراوي وأمس حقق الفوز على نفط ميسان. تلعب الكرة وإلى ركنية جديدة لمصلحة أو رمية تماس لمصلحة فريق نادي الشرطة، هذا هو وليد سالم. ركنية لمصلحة فريق نادي الشرطة في الجهة القريبة بالقرب من عنده محمود المواس 28 سنة. كرة ملعوبة على داخل الجزاء، رأسية ولكن مقطوعة. تمركز زيد، عبد المجيد أبو بكر يعيدها، مقطوعة مرة أخرى. محمد قاسم إلى علاء عبد الزهرة، راجع إلى عبد المجيد أبو بكر. محاولات هجومية منذ اللحظات الأولى من عمر هذه المواجهة إلى جهة اليمين باتجاه المواس. المواس كرة عرضية خطرة ولكن مبعدة في اللحظة المناسبة، مبعدة. تمركز جيد لدفاعات أربيل حتى الدقيقة السادسة من عمر هذا اللقاء، ورمية تماس لمصلحة فريق نادي الشرطة. هذا هو المواس، مثل أندية النعيل الإماراتي والكرامة السوري والرفاع البحريني. مقطوع الكرة من أمامه، راجع يسيطر عليها من جديد سعد ناطق، وسلامات لاعب منتخبنا الوطني سعد ناطق. الحكم يطبق مبدأ الفائدة، ومحمد قاسم يترك الكرة إلى الخارج. سلامات لي سعد ناطق، لاعب منتخبنا الوطني السابق 27 سنة. البداية كانت مع نادي مصافي الوسط، ثم مثل أندية القوة الجوية والنجف. لعب خطر، نعم لعب خطر، كان من شيركو كريم رقم 7 من فريق نادي أربيل، وبالتالي خطأ أو الكرة الآن إلى الخارج. هذا هو المدرب المصري مؤمن سليمان 47 سنة، وطموحات كبيرة لهذا المدرب في تحقيق نتائج إيجابية للقيثارة الخضراء في هذا الموسم، وتحديدا في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بعد أن حقق الفريق في الموسم الماضي المركز الرابع. المدرب المصري وهذا هو بسام شاكر، أيضا أحد لاعبي فريق نادي الشرطة في دكة البدلاء على المدرجات. والكرة تعود إلى الحارس أحمد باسل حارس مرمى فريق نادي الشرطة. ملعوبة الكرة، مصطفى محمد معا عبد المجيد أبو بكر، كرة طويلة باتجاه علاء عبد الزهرة، سيطر على علاء يسدد ولكن سهلة إلى الحارس حسين علي. حلوة لهذا الحارس، حلوة لهذا الحارس حسين علي، يقدم أداء جيد خلال المباريات اللي خاضها فريق نادي أربيل. في المباراة الأولى مع الميناء في البصرة اللي انتهت بالتعادل، أبعد أكثر من كرة خطرة. حارس شاب يبلغ من العمر 21 سنة، وهو أحد اكتشافات أيضا مدرب الحراس الكابتن حامد كاظم، مدرب حراس فريق نادي أربيل اللي درب أندية كربلاء والنجف ودهوك ونفط ميسان والطلبة، وأيضا الاحتراف كان إلى في البحرين وفي سلطنة عمان، وحاليا مدربا لحراس مرمى فريق نادي أربيل. ملعوبة الكرة لمصلحة فريق أربيل، رهوة يوسف يحاول، رهوة أقرب إلى كوني فرانكو، كوني فرانكو يحاول بينه وبين محمد قاسم، راجع الكرة إلى الخلف. أربيل يحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق كبير في ملعب الشعب الدولي أمام الشرطة. وللتذكير نتائج مباريات الفريقين في الموسم الماضي، في المرحلة الأولى فريق الشرطة تمكن من الفوز في ملعب أربيل على أربيل بهدف 1 مقابل لا شيء، سجل عن طريق اللاعب علاء مهاوي. وفي المرحلة الثانية أيضا جدد الفوز وحقق الفوز، ومن خلال تقدم بهدفين مقابل هدف 1. والكرة ملعوبة الآن إلى جهة اليسار، راجعة يسيطر عليها فهد اليوسف، كرة طويلة باتجاه محمد داود. محمد كرة خطرة، كرة خطرة، كرة خطرة، خطرة خطرة، الله 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 الله، كرة خطرة كان من الممكن أن تسفر عن هدف التقدم الأول للقيثارة الخضراء في هذه اللحظات، واعتراض من قبل محمود المواس. خلينا نشوفها بالإعادة، نشوفها بالإعادة. الحكم الدولي علي صباح اللي يقود مباراة هذا اليوم، كرة تمرير ذكية كانت من محمد داود اللي تخلص من المدافع ومرر الكرة، والكرة الآن مقطوعة مرة أخرى لمصلحة فريق نادي أربيل في المنتصف. يسيطر عليها عبد المجيد أبو بكر
بينية قصيرة، محمد قاسم، سعد ناطق، علاء عبد الزهرة، سعد ناطق من جديد، تماس جديدة لمصلحة فريق نادي الشرطة. وليد سالم يلعب رمية التماس، راجعة إلى سعد ناطق 27 سنة. علاء عبد الزهرة نجم منتخبنا الوطني، ملعوبة وليد سالم، وليد تمريرة باتجاه المواس تمريرة ولكن مقطوعة من دفاعات فريق نادي أربيل. كرة ملعوبة الجهة البعيدة، كرة يسيطر عليها فريق نادي أربيل. هذا هو ماموني يحاول يتخلص داخل منطقة الجزاء، يتعرض إلى إعاقة وأعتقد ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء لمصلحة فريق نادي أربيل في الدقيقة 11 من عمر هذه المواجهة. شافيا ماموني الغاني توغل داخل منطقة جزاء فريق نادي الشرطة، تعرض إلى إعاقة وبالتالي أعلن من خلالها الحكم الدولي قاضي مباراة هذا اليوم علي صباح عن ركلة جزاء لمصلحة فريق نادي أربيل في وقت مبكر من عمر هذه المواجهة. هذا هو سعد ناطق، خلينا نشوفها بالإعادة، وركلة جزاء لمصلحة فريق نادي أربيل في الدقيقة 11. هذه إعادة شافيو موموني، شافيو يتوغل داخل منطقة الجزاء، تعرض إلى سحب وبالتالي لن يتردد من خلال حكم المباراة الدولي علي صباح من إعلان ركلة جزاء لمصلحة فريق نادي أربيل في الدقيقة 11 من عمر هذه المواجهة. هذا هو أحمد باسل حارس مرمى فريق نادي الشرطة، وشيركو كريم 25 سنة على التنفيذ. ركلة جزاء، شيركو يتقدم، شيركو الله جول، والهدف الأول لصالح فريق نادي أربيل في الدقيقة 11 يسجل اللاعب شيركو كريم من ركلة جزاء. الهدف الأول لفريق نادي أربيل، بداية جيدة حتى الآن، حتى هذه اللحظة لفريق نادي أربيل بكل هدوء وبكل ذكاء. وعلى يسار الحارس أحمد باسل حارس مرمى فريق نادي الشرطة، معلن من خلالها تقدم فريق أربيل بهدف واحد مقابل لا شيء. ركلة جزاء، كرة البداية الآن لمصلحة فريق نادي الشرطة. تلعب الكرة عبد المجيد أبو بكر، فريق الشرطة بالتأكيد راح يحاول تعويض هذا الهدف. ملعوبة يسيطر عليها حيدر قرمان 36 سنة، كرة طويلة في الجهة البعيدة، مصطفى محمد معا، راجعة لا فيصل جاسم 30 سنة، محاولة توغل يتعرض إلى إعاقة. عبد المجيد أبو بكر راجعة بينية قصيرة باتجاه سعد ناطق لاعب منتخبنا الوطني. الشرطة اللي متأخر بهدف واحد مقابل لا شيء. كرة ملعوبة الجهة البعيدة، هجمة لمصلحة الشرطة. علاء عبد الزهرة تمريرة إلى جهة اليمين، المواس أقرب إلى وليد سالم، المواس كرة عرضية مقطوعة من دفاعات فريق نادي أربيل. محمد قاسم يسدد ولكن أيضا تبعد وتقطع من دفاعات فريق نادي أربيل. عبد المجيد أبو بكر مرر الكرة إلى فهد اليوسف، على عبد الزهرة، سعد ناطق. مجموعة جيدة من اللاعبين اللي يمتلكهم فريق الشرطة في هذا الموسم الدولي السابق. وليد سالم القادم من صفوف زاخو، والكرة إلى تماس لمصلحة القيثارة الخضراء. وليد سالم 29 سنة يلعب رمية تماس على عبد الزهرة، مقطوع الكرة، تماس جديدة أخرى لمصلحة فريق الشرطة. ملعوبة عبد المجيد أبو بكر، محاولة للتوغل، كرة عالية رأسية مقطوعة سيطر عليها كوني فرانكو توغولي. مصطفى محمد معا راجع إلى فيصل جاسم القادم من صفوف نفط الوسط. كرة طويلة تغيير لعب باتجاه فهد اليوسف، كرة ولكن تطول إلى الخارج وبالتالي ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي أربيل. هذا هو مصطفى محمد معا 24 سنة القادم من قوة جوية. وهذه الحالة اللي اعترض عليها اللاعب محمود المواس في اللحظات السابقة قبل ركلة الجزاء. تمريرة كانت ذكية من محمد داود، تمريرة ولكن المواس حاول وأبعدها الحارس إلى الخارج وبالتالي لم يشر من خلال حكم اللقاء إلى أي شيء يذكر.
هدف واحد مقابل لا شيء لمصلحة فريق نادي أربيل. دخلنا بالدقيقة 15 ملعوبة الكرة ما سيطر عليها، راجعة من جديد أربيل إلى جهة اليمين والكرة إلى تماس جديدة لمصلحة الشرطة. هذا هو وليد سالم يلعب رمية تماس، سعد ناطق يعيد الكرة إلى الخلف، فيصل جاسم تمريرة قصيرة، عبد المجيد أبو بكر 27 سنة، مصطفى محمد معا، مصطفى عبد المجيد أبو بكر كرة طويلة رأسية مقطوعة من دفاع فريق نادي أربيل، راجعة يسيطر عليها راهوة يوسف إلى جهة اليسار، يحاول يتوغل شيركو كريم صاحب الهدف الوحيد، تمرية باتجاه موموني ولكن أقرب إلى فيصل جاسم، شافيا موموني تسبب بركلة جزاء، محمد قاسم نجم منتخبنا الوطني هات وخذ بجهة اليمين حلوة يتخلص باللاعب يبحث عن زميله، لكن أيضا الكرة مقطوعة من أمامه من رهوة يوسف فريق نادي أربيل، تمريرة ذكية كرة خطرة بينه وبين المدافع، ولكن الكرة تقطع من أمامه من قبل اللاعب عبد المجيد أبو بكر. محاولة للتوغل من برزان شيرزاد 33 سنة، سلامات لهذا اللاعب، وبالتالي سقط على أرضية الملعب وتعرض إلى إصابة بسيطة، وسلامات لهذا اللاعب. هذا هو برزان شيرزاد لاعب نادي أربيل، مثل أندية بيشمركة وزاخو ونفط الوسط، وحاليا في تشكيلة فريق نادي أربيل. إعادة مرة أخرى بالتصوير البطيء، برزان شيرزاد وقطع في اللحظة المناسبة من عبد المجيد أبو بكر في هذه اللحظات. تماس لمصلحة فريق نادي أربيل، ملعوبة الكرة راجع إلى حيدر قروان، يعيد الكرة للحارس أحمد باسل 25 سنة، حارس مرمى فريق نادي الشرطة مثل أندية العلوم والتكنولوجيا وفريق نادي الكرخ. والكرة ملعوبة الآن، فيصل جاسم سيطر على الكرة، بينية قصيرة باتجاه سعد ناطق، سعد يبحث عن مساندة، يلعب كرة طويلة باتجاه علاء عبد الزهرة، فريق الشرطة يلعب في طريقة 4-4-2، يلعب في مهاجمين محمد داود وعلاء عبد الزهرة وصافرة، وخطأ لمصلحة فريق نادي الشرطة. هذا هو محمد داود 22 سنة، البداية مع العلوم والتكنولوجيا وتمثيل أندية الخطوط والنفط، وأيضا مشوار التألق من خلال بوابة نادي النفط، واللي انتقل من خلالها إلى صفوف فريق نادي الشرطة. خطأ لمصلحة القيثارة الخضراء في الجهة البعيدة، فريق نادي الشرطة محمد قاسم على التنفيذ، ركلة حرة لمصلحة فريق نادي الشرطة من أجل إدراك التعادل، من أجل التعديل، العودة إلى أجواء هذه المباراة، العودة إلى أجواء هذه المنافسة. محمد قاسم يلعب كرة عالية رأسية مقطوعة والمبعدة من دفاعات فريق نادي أربيل، رأسية أيضا من رهوة يوسف، راجعة الكرة إلى الخلف وسهلة إلى الحارس أحمد باسل فريق نادي الشرطة. بعد أن سجل أربيل هدف الوحيد من ركلة جزاء بدأ يضغط على دفاعات فريق نادي أربيل من أجل إدراك التعادل في هذه اللحظات. الدقيقة 18 الكرة راجعة إلى فيصل جاسم، بينية قصيرة أيضا إلى سعد ناطق، سعد يبحث عن زميل، سعد ناطق إلى جهة اليمين، محاولة للتوغل من فهد اليوسف، مقطوع الكرة من أمامه شيركو كريم، شيركو بينية تمريرة جميلة ولكن أيضا تقطع في اللحظة المناسبة من عبد المجيد أبو بكر. هذا هو أحمد باسل، أحمد يلعب كرة طويلة باتجاه مصطفى محمد معا، مصطفى صافرة وخطأ لمصلحة فريق نادي الشرطة، محمود المواس، هذا هو شافي موموني اللي تسبب في ركلة الجزاء لمصلحة فريق نادي أربيل، ملعوبة المواس، محاولة للتوغل، تقطع الكرة إلى شيركو كريم، شيركو المتراجع للخلف يبحث عن زميل في منتصف الملعب بينه وبين محمد قاسم، يتعرض إلى إعاقة وصافرة وركلة حرة لمصلحة فريق نادي أربيل. هذا هو شيركو كريم 25 سنة، البداية مع نادي كركوك ثم مثل نادي الشرطة أيضا، ورحلة احترافية في سويسرا مع أندية جراس هوبر وزيورخ السويسرية.
فيصل جاسم، عبد المجيد أبو بكر، بينية قصيرة، علاء عبد الزهرة يلعب الكرة، راجع إلى الخلف من المواس، فيصل جاسم إلى علاء عبد الزهرة من جديد. علاء يبحث عن زميل، جهة البعيدة باتجاه مصطفى محمد معا. علاء عبد الزهرة يعيد الكرة إلى الخلف مرة أخرى، عبد المجيد أبو بكر، فهد اليوسف، فيصل جاسم، الشرطة يحاول، فيصل تمريرة باتجاه المواس، مقطوع الكرة من أمامه، سيطر عليها كوني فرانكو التوغولي، هذا هو فرانكو، كرة طويلة تعبر خط الوسط، لا على التعيين، أقرب إلى الحارس أحمد باسل حارس مرمى فريق نادي الشرطة. عبد المجيد أبو بكر باتجاه اليوسف، المواس جهة اليسار، مصطفى محمد معا، وكرة خطرة ولكن إلى الخارج، حلوة مصطفى محمد معا والكرة إلى الخارج، وركلة مرمى لمصلحة فريق نادي أربيل. هذا هو مصطفى محمد معا، 24 سنة، القادم من صفوف القوة الجوية، مرر الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حسين علي على التنفيذ، الحارس الشاب، 21 سنة، حسين علي، وسلامات وسقوط لأحد لاعبي فريق نادي أربيل في داخل أرضية الملعب في وسط الملعب تحديدا. هذا هو الغاني شافيو موموني اللي سبب في ركلة الجزاء، القادم من صفوف نادي أشانتي كولد الغاني، وحاليا في تشكيلة فريق نادي أربيل. وهذا هو اللقاء رقم 41 أعزائي المشاهدين في سلسلة لقاءات الفريقين الشرطة وأربيل. 40 لقاء سابق، الشرطة تمكن من الفوز في 25 مباراة، التعادل كان حاضر في 5 مباريات، وأربيل حقق الفوز في 10 مباريات. سجل لاعبو الشرطة 73 هدف وسجل أربيل 37 هدف. أكبر فوز للشرطة كان في موسم 89-90 عندما تمكن من الفوز ب6 أهداف مقابل لا شيء، وأيضا هناك فوز آخر في موسم 2000-2001 ب5 أهداف مقابل هدف واحد. والكرة ملعوبة الآن رأسية لفريق نادي الشرطة، سيطر عليه سعد ناطق، من جديد سعد ناطق، تمريرة باتجاه مصطفى محمد معا، يعيد الكرة إلى الخلف، فيصل جاسم اللي مثل المنتخبنا الوطني في مباراتين ودية، تم استدعاء لصفوف منتخبنا الوطني. علاء عبد الزهرة يلعب الكرة باتجاه المواس، المواس كرة طويلة رأسية، تمركز جيد حتى هذه اللحظة من دفاعات فريق نادي أربيل. محمد قاسم كرة لا على التعيين، وبالتالي إلى الخارج، ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي أربيل. عودة إلى نتائج الفريقين أحبتي المشاهدين. أكبر نتيجة حققها فريق أربيل بالفوز على الشرطة ب4 أهداف مقابل لا شيء، وكان ذلك في موسم 2006-2007، وأيضا تمكن من الفوز ب5 أهداف مقابل هدف واحد، وكان ذلك في موسم 2011-2012. رأسية محمد قاسم ما يسيطر عليها، راجعة إلى كوني فرانكو، فريق أربيل يعيد الكرة للحارس حسين علي، حسين علي يلعب كرة طويلة في المنتصف، رهوة يوسف، رأسية ما يسيطر عليها، راجع إلى وليد سالم من الشرطة، وليد سالم كرة طويلة باتجاه فهد اليوسف، بينه وبين المدافع، فهد كرة عالية ولكن سهلة سهلة إلى الحارس حسين علي. فهد اليوسف مرر كرة جميلة ولكن سهلة إلى هذا الحارس الشاب حسين علي، القادم من صفوف نادي كربلاء. حسين علي يلعب كرة طويلة، مصطفى محمد معان، بينه وبين برزان شيرزاد، محاولة توغل، أقرب لها عبد المجيد أبو بكر، وراية من المساعد الثاني في هذه المباراة عباس العنزي في الجهة البعيدة، وخطأ لمصلحة فريق نادي أربيل. ركلة حرة لمصلحة فريق نادي أربيل، إعاقة واضحة وخطأ لمصلحة فريق نادي أربيل المتقدم بهدف واحد مقابل لا شيء، سجل من ركلة جزاء عن طريق شيركو كريم في الدقيقة 11 من هذه المواجهة. خطأ لمصلحة فريق نادي أربيل، كرة على داخل الجزاء، رأسية ولكن أحمد باسل أقرب إلى الكرة، رأسية
وأحمد باسل يلعب الكرة في اليد باتجاه مصطفى معا. مصطفى معا، كرة تحت سيطرته. مصطفى تمريرة قصيرة باتجاه علاء عبد الزهرة. علاء يعيد الكرة إلى الخلف. محمد قاسم، سعد ناطق. مجموعة جيدة يمتلكها فريق نادي الشرطة في هذا الموسم. كرة في الجهة البعيدة باتجاه المواس. المواس بينه وبين المدافع أمير غانم. أمير غانم، المواس. المواس يحاول. مصطفى مع الكرة على داخل جزاء ولكن مبعدة من دفاعات فريق أربيل. سيطر عليها فيصل جاسم من جديد. عبد المجيد أبو بكر لا على التعيين بالخطأ. مقطوعة من فريق أربيل. كرة أيضا بالخطأ يسيطر عليه فيصل جاسم. الشرطة من جديد. فيصل قصيرة باتجاه على عبد الزهرة. عبد المجيد أبو بكر النيجر. عبد المجيد قصيرة باتجاه المواس من جديد. المواس يحاول على عبد الزهرة. هات واخذ مع مصطفى محمد معا لكن الكرة تطول عنا وتقطع من أمامه. فيصل جاسم يعود من جديد. الشرطة هو الأفضل خلال الدقائق اللي مضت. سيطرة واضحة وسيطرة على أرجاء الملعب. والكرة من جديد. المواس يحاول. المواس مصطفى محمد معا. كرة عالية مبعدة مشتتة من شيركو كريم إلى الخارج في الجهة البعيدة ورمي التماس لمصلحة القيثارة الخضراء. ملعوبة. أبو بكر. المواس. محمود المواس نجم المنتخب السوري. كرة عالية رأسية ولكن الكرة إلى الخارج وبالتالي ركنية لمصلحة الشرطة في الجهة القريبة من الملعب. محمود المواس نجم المنتخب السوري وأداء رائع قدمه خلال المشوار الحاسم لتصفيات كأس العالم. ركنية لمصلحة الشرطة. وليد سالم 29 سنة على التنفيذ. وليد سالم الدولي السابق. كرة على داخل الجزاء. المواس ما سيطر عليها. راجع إلى برزان شيرزات. كرة بينية مقطوعة يسيطر عليها شافيو موموني. الغاني موموني. موموني يتعرض إلى إعاقة وأيضا صافرة وخطأ لمصلحة فريق نادي أربيل. شافيو موموني بالتأكيد اليوم إرباك واضح لدفاعات فريق نادي الشرطة من خلال تحركات هذا اللاعب الغاني المحترف في صفوف فريق نادي أربيل. هو خطأ وركلة حرة لمصلحة أربيل في الجهة البعيدة. إعادة مرة أخرى والصراع ما بين اللاعب عبد المجيد أبو بكر صراع أفريقي في ملعب الشعب الدولي والكرة ملعوبة لمصلحة فريق أربيل. راجع الكرة إلى الخلف يسيطر عليها كوسرت بايز 30 سنة. كوسرت بايز عود الكرة إلى الخلف. تمريرة في المنتصف. كوني فرانكو. أربيل من جديد. حيدر قرمان لاعب الخبرة الكبيرة لهذا اللاعب. كرة خطرة ولكن أقرب لها أحمد باسل. أحمد باسل سيطر على الكرة. التمريرة كانت من حيدر قرمان أقدم لاعبي فريق نادي أربيل. الخبرة الكبيرة خبرة السنوات والمواسم واللقاءات والمواجهات لهذا اللاعب حيدر قرمان واحد من أبرز لاعبي فريق نادي أربيل والخبرة الكبيرة في مباراة هذا اليوم. سيطر عليها المواس. تمريرة داخل الجزاء ولكن مقطوعة من دفاعات فريق نادي أربيل. راجع الكرة إلى الخلف يسيطر عليها حيدر قرمان تكلمنا عنه قبل لحظات. حيدر تمريرة باتجاه شيركو كريم ولكن الكرة تقطع إلى الخارج وبالتالي رمي التماس أو خطأ اعتبره حكم اللقاء الكابتن علي صباح لمصلحة فريق نادي الشرطة. هذا هو شيركو كريم. إعاقة اشتباك على الكرة ما بين اللاعبين شيركو كريم وسعد ناطق. شيركو كريم حكم الدولي علي صباح ليقود مباراة هذا اليوم. أول حكم عراقي يحصل على شهادة الفار. الحكم الدولي ليقود مباراة هذا اليوم. ودقيقة لشرب المياه. أجواء لا تزال حارة في مدينة بغداد وتحديدا في ملعب الشعب الدولي اللي يحتضن لقاء هذا اليوم بين الشرطة وأربيل. دقيقة لشرب المياه وعودة إلى حكم اللقاء الدولي علي صباح وهذا أيضا المدرب المصري مؤمن سليمان والملاك التدريبي حسين عبد الواحد نشاهد الآن في الصورة وأيضا أحمد صلاح وتوجيهات المدرب
للاعبي فريق الشرطة المتأخر بهدف واحد مقابل لا شيء في هذه المواجهة في ملعب الشعب الدولي أربيل، بطل الدوري العراقي ل4 مواسم. في موسم 2006-2007 حقق أول لقب إلى تحت قيادة المدرب طيب الذكر الكابتن القدير أكرم سلمان، وأيضا في موسم 2007-2008 حقق المدرب الكابتن ثائر أحمد لقب الدوري العراقي مع أربيل. في موسم 2008-2009 حافظ أيضا أربيل على لقبه كبطل للدوري وخطف درع الدوري للمرة الثالثة تحت قيادة المدرب أيضا المدرب القدير ثائر أحمد، وعاد مرة أخرى في موسم 2011-2012 وحصل على لقب الدوري في موسم 2011 تحت قيادة المدرب نزار محروس. وبالتالي طموحات كبيرة. ونشاهد الآن تبديل في صفوف فريق نادي الشرطة. كرار عامر 24 سنة يدخل أرضية الملعب، وسعد ناطق سلامات لسعد ناطق اللي يبدو لي أنه تعرض إلى إصابة بسيطة. سعد ناطق يترك أرضية الملعب، وقد يبدو تبديل اضطراري للمدرب المصري مؤمن سليمان مدرب فريق القيثارة الخضراء في هذه المواجهة. كرة ملعوبة إلى جهة اليمين، وليد سالم الدولي السابق. وليد يلعب كرة طويلة باتجاه علاء عبد الزهرة أو محمد داود، يسيطر عليه عبد المجيد أبو بكر. مصطفى محمد معا يعيدها إلى عبد المجيد من جديد. عبد المجيد كرة عالية داخل الجزاء علاء عبد الزهرة، ولا ما يسيطر على كرة خطرة. الله كرة خطرة كانت، ولكن هناك راية وتسلل. وحيدر عبد الحسن الدولي المساعد الأول في الطاقم التحكيمي لمباراة هذا اليوم، وهذا هو محمود المواس واحد من أبرز نجوم المنتخب السوري. المستوى المميز اللي قدمه هذا اللاعب في المباراتين الأولى للمنتخب السوري مع المنتخب الإيراني في طهران، وأيضا مع المنتخب الإماراتي في العاصمة الأردنية عمان، كان مصدر قلق للمنتخبات المنافسة، وحاليا محترف في صفوف فريق نادي الشرطة العراقي. كرة ملعوبة من أحمد باسل إلى فيصل جاسم. عبد المجيد أبو بكر قصيرة مرة أخرى. فيصل جاسم كرة طويلة باتجاه داود، محمد داود بين المدافع ما سيطر عليها. كرة طولت من المواس راجعة، محاولة توغل ويتعرض إلى إعاقة. حيدر قرمان أكبر اللاعبين سنا والكابتن والقائد في مباراة هذا اليوم، وخطأ وركلة حرة لمصلحة فريق نادي أربيل اللي يلعب الآن بهدوء تام بعد أن سجل هدف أول من ركلة جزاء ومتقدم من خلالها على فريق نادي الشرطة في الدقيقة الآن دقيقة 33 وهدف واحد مقابل لا شيء. طويلة من حسين علي، رأسية مقطوعة من دفاعة فريق الشرطة، أقرب لها على عبد الزهرة، يسيطر عليها أمير غانم القادم من نفط الوسط. أمير غانم على عبد الزهرة يحاول في المنتصف يعيد الكرة، يحصل على خطأ. عبد المجيد أبو بكر، محمد قاسم، تمريرة قصيرة باتجاه كرار عامر 24 سنة مثل فريق نادي النجف وأيضا لاعب منتخبنا الوطني. عبد المجيد أبو بكر الشرطة يحاول تمريره في الجهة البعيدة ولكن تطول على مصطفى محمد معا إلى الخارج، وبالتالي رمية تماس لمصلحة فريق نادي أربيل. هذا هو مصطفى معا أيضا تمت دعوته كما ذكرنا لكم في بداية اللقاء لصفوف منتخبنا الوطني اللي يخوض مباراة مهمة في 7 من هذا الشهر مع المنتخب اللبناني، وأيضا مباراة أخرى مع المنتخب الإماراتي في 12 من هذا الشهر في التصفيات الحاسمة لكأس العالم. شيركو كريم سيطر على الكرة، شيركو يبحث عن مساندة، يعيد الكرة إلى الخلف. حيدر قرمان راجعة في المنتصف، كوني فرانكو جهة اليسار، ملعوبة الكرة، كوسرت بايز، كوسرت يحاول يتخلص، يعيد الكرة إلى الخلف. كوني فرانكو، كوني مناولات بينية من أعضاء فريق نادي الشرطة. رهوة يوسف، شيركو كريم يحاول مرة أخرى. قرمان الجهة البعيدة، هجمة جديدة لمصلحة أربيل، يسدد ولكن تقطع من دفاعات فريق نادي الشرطة. كوسرت بايز من جديد، بينية قصيرة باتجاه شيركو كريم. عبد المجيد أبو بكر والكرة تطول إلى الخارج وتماس جديدة لمصلحة القيثارة الخضراء. هذا هو عبد المجيد أبو بكر القادم من النيجر 27 سنة، وهذا هو أيضا كوسرت بايز والمدرب المصري
مؤمن سليمان، وبالتأكيد النتيجة حتى الآن لا تلبي طموحات هذا المدرب، وهو المدرب المصري الثاني اللي يشرف على تدريب فريق نادي الشرطة. في 2016 تم التعاقد مع المدرب المصري أيضا محمد يوسف، وتم إنهاء تعاقده في 2017، والآن المدرب المصري الجديد مؤمن سليمان اللي يقود كرة القيثارة الخضراء في هذا الموسم. وفي هذه المواجهة كرة ملعوبة، كرار عامر يعيدها قصيرة باتجاه فيصل جاسم، فيصل في الجهة البعيدة على عبد الزهر، كرة عالية، كرة خطرة، المواس يمرر كرة خطرة، الله الله الله، كرة خطرة كانت، تسديدة رائعة كانت من وليد سالم، الكرة سددها ولكن إلى الخارج. كان من الممكن التعديل في هذه اللحظات، كان من الممكن إدراك التعادل. نشوفها بالإعادة، المواس مرر الكرة ووليد سالم سدد بالمباشر، الله ضاعت على فريق نادي الشرطة في الدقيقة 33، ضاعت على فريق نادي الشرطة دقيقة 35، وملعوبة الكرة من حسين علي أربيل من جديد، شيركو كريم رأسية، راهوة يوسف، محاولة من عبد المجيد، يتعرض إلى إعاقة، صراع أفريقي داخل أرضية الملعب، وأيضا بطاقة صفراء أخرى ضد اللاعب كوني فرانكو التوغولي من فريق نادي أربيل، بطاقة صفراء أخرى وإنذار ثاني في هذه المواجهة. هذا هو كوني فرانكو التوغولي لاعب منتخب توغو. فيصل جاسم يسيطر عليها، الشرطة يحاول، الدقيقة 37، مصطفى محمد معان، فريق نادي الشرطة متأخر بهدف واحد مقابل لا شيء، يعيدها يسيطر عليها عبد المجيد أبو بكر، تمريرة الجهة البعيدة على عبد الزهرة، محمد قاسم، فهد اليوسف راجع الكرة، فهد اليوسف، مصطفى محمد معا، يلعب كرة عالية مقطوعة، ضربة رأس عبد المجيد ويسدد، ولكن تسديدة ضعيفة إلى خارج أرضية الملعب، وركلة مرمى لمصلحة فريق نادي أربيل. إعادة صراع ما بين اللاعبين المحترفين في أرضية ملعب الشعب والحكم الدولي علي صباح، وركلة مرمى لمصلحة فريق نادي أربيل. على التنفيذ الحارس الشاب حسين علي، حسين يلعب كرة طويلة مقطوعة، ضربة راس، سيطر عليه فيصل جاسم، يعيد الكرة إلى الخلف، كرار عامر 24 سنة، كرار إلى فيصل جاسم من جديد، فيصل جاسم، تمريرة قصيرة، مصطفى محمد معا، فهد اليوسف أقرب إلى فهد اليوسف يبحث عن زميل، مصطفى معا، تمريرة عرضية، دفاع جيد حتى الآن، غلق جميع المنافذ باتجاه الهجمات نادي الشرطة. محمد قاسم، الله 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 الله، محمد قاسم تسديدة رائعة وصد أروع من حسين علي، حلوة لمحمد قاسم، سدد على يمين الحارس، ولكن يقظة هذا الحارس الشاب حسين علي يبعد الخطر عن مرماه، وبالتالي الكرة تعود من جديد مرة أخرى لمصلحة فريق الشرطة على عبد الزهرة، بينه وبين أمير غانم، راجع إلى مصطفى محمد معا، كرة عالية داخل الجزاء، رأسية ما يسيطر عليها، راجع إلى شيركو، كرة طويلة فريق أربيل، عبد المجيد أبو بكر، محاولة ما سيطر عليها، مقطوع الكرة من أمامه، صافرة وخطأ، وركلة حرة لمصلحة فريق نادي الشرطة، خطأ لمصلحة فريق نادي الشرطة. نشوفها بالإعادة، محمد قاسم سدد بالمباشر على يمين الحارس، ولكن الحسين علي بكل براعة حلوة لهذا الحارس أبعد الكرة عن مرمى، وأنقذ أربيل من هدف التعديل في هذه المواجهة. محمد قاسم على التنفيذ، عودنا في جميع المباريات على تسجيل الأهداف من مسافات بعيدة. محمد قاسم لاعب منتخب الوطني، كرة عالية رأسية، جول يا كرار، القيثارة تعود من جديد، هدف التعادل للشرطة، القيثارة وجول، وهدف التعديل للشرطة في الدقيقة 40 عن طريق البديل كرار عامر.
هدف التعادل للشرطة، هدف التعادل للشرطة يسجل اللاعب كرار عامر في الدقيقة 40 من عمر هذه المواجهة. هدف واحد لكلا الفريقين، كرة عالية، ضغط شرطاوي على دفاعات فريق نادي أربيل، اتمخض من خلالها هذا الهدف وأسفرت الخطورة والهجمات الكبيرة. محمد قاسم كرة عالية ورأسية من الخالي من الرقابة إلى كرار عامر، شوفها بالإعادة، كرار عامر يعني الخالي من الرقابة وسدد على يمين الحارس حسين علي، معلنا عودة المباراة من جديد إلى نقطة البداية. هدف لهدف سجل لأربيل شيركو كريم من ركلة جزاء، وعادل للقيثارة الخضراء كرار عامر في الدقيقة 40. هدف واحد لكلا الفريقين. هذا هو فيصل جاسم، فيصل جاسم في المنتصف يبحث عن زميل، تمريرة باتجاه المواس، اليوسف على عبد الزهرة، على عبد الزهرة إلى جهة اليمين، بينية قصيرة يمر محمد داود، محمد داود يحاول، محمد داود، ولكن مقطوعة الكرة من هردي سيامند إلى الخارج، وبالتالي رمية تماس لمصلحة فريق نادي الشرطة. هذا هو وليد سالم، وتماس لمصلحة فريق نادي الشرطة في هذه اللحظات. دخلنا في الدقيقة 41، التعادل بهدف لهدف، ملعوبة رمية تماس، راجع يسيطر عليها علاء عبد الزهرة، علاء من جديد، بينية قصيرة باتجاه فيصل جاسم، فيصل جاسم، فيصل يبحث عن زميل، تمريرة مصطفى محمد معا إلى جهة اليسار، فهد اليوسف، كرة عالية، كرة خطرة، ولكن ابعاد في اللحظة المناسبة من مبدأ الأمان، وركنية جديدة لمصلحة الشرطة. ابعاد في هذه اللحظات من كوسرت بايز، وركنية هي الخامسة لمصلحة القيثارة الخضراء في هذه اللحظات. محمد قاسم على التنفيذ، يلعب كرة عالية، حسين علي يبعدها بقبضة ايده، راجع يسيطر عليه وليد سالم من جديد، وليد يعيد الكرة للخلف، فيصل جاسم، تمريرة باتجاه عبد المجيد ابو بكر، لكن الكرة تطول من امامه، وبالتالي رمية تماس لمصلحة فريق نادي اربيل. محاة كبيرة بالتأكيد لكلا الفريقين. فوز الشرطة في مباراة هذا اليوم يعني ملاحقة القوة الجوية لمصدر الجولة الثالثة حتى الآن من 3 مباريات فوز حققها، وأيضا فريق نادي الشرطة اللي حقق فوز في مباراتين، ويطمح من خلال بوابة أربيل إلى تعزيزه بفوز ثالث ومزاحمة القوة الجوية على الصدارة، وخطأ لمصلحة فريق نادي الشرطة. فيصل جاسم على التنفيذ، بين قصيرة باتجاه وليد سالم، وليد سالم يتوغل في المنتصف، وليد سالم لاعب منتخب الوطن السابق إلى جهة اليمين، محمد داود غير مكان اللعب الآن، انتقل إلى جهة اليمين، تمريرة من وليد سالم لكن تقطع من الخبرة حيدر قرمان، مرتدة لمصلحة فريق نادي أربيل، موموني شيركو كريم، شيركو يحاول لكن راجع الكرة يسيطر عليها فهد اليوسف، محمد قاسم اللي صنع هدف التعديل للقيثارة الخضراء، محمد داود، تمريرة باتجاه اليوسف ولكن أقرب إلها الحارس حسين علي حارس مرمى فريق نادي أربيل. هريم تحسين 26 سنة، أمير غانم، راجعة، كوني فرانكو، فيصل جاسم، الشرطة، القيثارة، علاء عبد الزهرة، بينية قصيرة باتجاه محمد داود، وليد سالم، تعود من جديد إلى محمد داود، محمد قاسم يمرر إلى مصطفى معا، هجمة جديدة لمصلحة الشرطة الجهة البعيدة، مصطفى كرة خطرة، كرة خطرة، خطرة يسدل، جول للقيثارة، الهدف الثاني للشرطة يسجل الدولي علاء عبد الزهرة، هدف رائع وجميل وملعوب وحركة لعب جميلة، والشرطة يتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 44. ضغط متواصل من فريق نادي الشرطة على دفاعات أربيل، وبالتالي أثمر هذا الضغط عن إحراز الهدف الثاني عن طريق الدولي علاء عبد الزهرة. نشوفه بالإعادة، علاء عبد الزهرة، علاء عبد الزهرة استلم كرة على طبق من ذهب، علاء عبد الزهرة في الدقيقة 44، وبالتالي سدد بالمباشر
بيساره على يمين الحارس حسين علي حارس مرمى فريق نادي أربيل. مصطفى محمد معن اللي صنع الهدف مرر الكرة ما سيطر عليها مدافع، بالتالي باليسار بالمباشر على عبد الزهرة يعلن من خلالها تقدم فريق نادي الشرطة بالهدف الثاني. خطأ كان من هريم تحسين اللي ما أبعد الكرة في اللحظة المناسبة، وبالتأكيد أقدام اللاعب علاء عبد الزهرة كانت حاضرة والخبرة الدولية في الملاعب، وسجل من خلالها هدف التقدم الثاني للقيثارة الخضراء في هذه المباراة. هدفين مقابل هدف واحد، وجانب أيضا من الحضور من الشخصيات الرياضية. هذا هو الكابتن المساعد لمدرب منتخبنا الوطني الكابتن رحيم حميد، وعملية المراقبة للاعبي الفريقين. منتخبنا الوطني كما ذكرنا لكم تنتظر مهمة أيضا جديدة في التصفيات الحاسمة لمونديال قطر 2022 في 7 من هذا الشهر أمام المنتخب اللبناني، وأيضا سوف يلاقي المنتخب الإماراتي في الإمارات في 12 من هذا الشهر. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وللاعبيه. ودقيقتين وقت بدل ضاع يضيفن الحكم الدولي علي صباح قاضي مباراة هذا اليوم لأحداث الشوط الأول اللي حتى الآن متقدم من خلالها الشرطة بهدفين مقابل هدف واحد. مباراة شوط أول حتى الآن شوط ممتع، أداء جيد للفريقين، 3 أهداف شاهدنا حتى الآن، من الممكن أن نشاهد أهداف أكثر خلال مجريات النصف الثاني من هذه المواجهة. صافرة وخطأ لمصلحة فريق نادي أربيل، ركلة حرة. هذا هو رهوى يوسف لاعب فريق نادي أربيل، وهذا هو الكابتن علاء عبد الزهرة، الخبرة الكبيرة لهذا اللاعب واللي أضاف من خلالها هدف التقدم الثاني لمصلحة القيثارة الخضراء في هذه المباراة. ملعوبة الكرة الجهة البعيدة باتجاه أمير غانم. أمير غانم يلعب كرة طويلة، كرة عالية أقرب لها وليد سالم يقطع الكرة يسيطر عليها شيركو كريم أبرز لاعبي فريق نادي أربيل. شيركو يحاول يتخلص، شيركو لاعب منتخبنا الوطني أيضا، كرة عالية خطرة، كرة خطأ، الله الله الله، سدد بالمباشر برزان شيرزاد ولكن إلى الخارج. حلوة حركة لعب جميلة كانت. شيركو كريم مرر الكرة وتسديدها بالمباشر من برزان شيرزاد ولكن إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو أحمد باسل أيضا حارس مرمى منتخبنا الوطني، دخلنا في اللحظات الأخيرة من عمر أحداث الشوط الأول، إعادة بالحركة البطيئة، برزاد سدد بالمباشر ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ملعوبة الكرة، وأيضا هذه في هذه اللحظات أحبتي المشاهدين يعلن من خلال الحكم الدولي علي صباح عن نهاية أحداث الشوط الأول من لقاء فريقي الشرطة وأربيل بتقدم الشرطة بهدفين مقابل هدف واحد. سجل لي أربيل شيركو كريم ركلة جزاء في الدقيقة 11، وعادل للشرطة كرر عامر في الدقيقة 40، وأضاف على عبد الزهر الهدف الثاني في الدقيقة 44. استراحة قصيرة على أمل أن ألتقيكم مع مجريات الشوط الثاني من هذه المباراة. إلى اللقاء. مباراة فريقي الشرطة وأربيل في شوطها الثاني. الشوط الأول من هذه المواجهة انتهى لمصلحة الشرطة بهدفين مقابل هدف واحد، وهذه المباراة التي تجري لحساب الجولة الثالثة للدور العراقي الممتاز بكرة القدم لهذا الموسم 2021-2022. عودة إلى الطاقم التحكيمي لمباراة هذا اليوم اللي يقود الحكم الدولي علي صباح. نشاهد الآن في الصورة حيدر عبد الحسن مساعد أول، عباس العنزي مساعد ثاني، محمد حازم حكما رابعا، مع تواجد الدكتور نجاح رحم مقيما للحكام، وجواد نجم مشرفا للمباراة. وصافرة الحكم الدولي علي صباح أعزائي المشاهدين أعلنت عن بداية أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة. عودة إلى تشكيلة الفريقين في مباراة هذا اليوم لمن فاته الشوط الأول ومجرياته. فريق نادي الشرطة صاحب الملابس التقليدية الخضراء الكاملة، أحمد باسل لحراسة المرمى، وليد سالم، فيصل جاسم، سعد ناطق اللي ترك أرض الملعب بسبب الإصابة، مصطفى محمد معا، محمود المواس، محمد قاسم، فهد اليوسف، عبد المجيد أبو بكر، وعلاء عبد الزهرة، ومحمد داود، وكرار عامر اللي دخل بدينا اللاعب سعد ناطق. أما تشكيل فريق نادي أربيل صاحب الفانيلات الصفراء الموشحة بالسراويل السوداء حسين علي لحراسة المرمى، أمير غانم، هريم تحسين، هردس يامن، كوسر بايز،
كوني فرانكو، حيدر قرمان، رهوة يوسف، برزان شيرزاد، وشيركو كريم، وشافيو موموني. والشوط الأول انتهى بهدفين مقابل هدف واحد، سجل لأربيل شيركو كريم من ركلة جزاء في الدقيقة 11. كرة خطرة الآن لمصلحة أربيل، هات وخذ ويبعدها في اللحظة المناسبة. خطيرة كانت، خطيرة في اللحظات الأولى من عمر أحداث الشوط الثاني، وتدخل رائع من قبل كرار عامر وإبعاد في اللحظة المناسبة. كرة جميلة، هات وخذ، وأبعدها كرار عامر إلى ركنية لمصلحة فريق نادي أربيل في الجهة القريبة من الملعب. ركنية أولى لمصلحة فريق أربيل في الجهة القريبة. هذا هو كرار عامر، ملعوبة الكرة مقطوعة رأسية من مصطفى محمد معا، راجعة سيطر عليها مرة أخرى فريق نادي أربيل. كرة رهوة يوسف باتجاه موموني، موموني الخطير، شافيا موموني الغاني، شافيا موموني يبحث عن مساندة، يتخلص من عبد المجيد أبو بكر. تمرير الكرة إلى حيدر قرمان، حيدر الكابتن، كرة على داخل منطقة الجزاء، مقطوعة رأسية يسيطر عليها فريق نادي الشرطة، وصافرة وخطأ آخر لمصلحة فريق نادي أربيل في الجهة القريبة. هذا هو اللاعب، ها هو يوسف رقم 27، وصافرة واعتراض وكلام من قبل هذا اللاعب، والكرة لمصلحة فريق نادي الشرطة. وهذا أيضا المساعد أحمد شكور، مساعد مدرب فريق نادي أربيل في هذه المباراة، الكابتن أحمد باسل حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي الشرطة، وعبد المجيد أبو بكر، وصراع على الكرة بينه وبين برزان شيرزاد. والكرة الآن لمصلحة فريق نادي الشرطة، وفيصل جاسم على التنفيذ، فيصل جاسم على التنفيذ. كرة ملعوبة من فيصل جاسم، كرة طويلة رأسية ما يسيطر عليها على عبد الزهرة، راجعة في المنتصف كوني فرانكو، محمد قاسم، الله يا محمد قاسم، سدد مرة ثانية. كرة خطيرة خطيرة خطيرة، كرة خطيرة كانت من فهد اليوسف، تمريرة وتسديدة رائعة كانت من محمد قاسم. الضغط الشرطاوي يتواصل مع انطلاقة مجريات الشوط الثاني. اليوسف من جهة البعيدة، محاولة يعيد الكرة إلى الخلف، عبد المجيد أبو بكر، فهد اليوسف، فهد يحاول يلعب كرة عالية داخل الجزاء باتجاه على عبد الزهرة، محمد قاسم يتخلص، محمد قاسم محاولة ولكن مبعدة الكرة من أمامه، سدد بالمباشر محمد قاسم، أبعدت من دفاعات فريق نادي أربيل في الدقيقة 48. هذا هو شافيا موموني، شوفوا بالعادة محمد قاسم، الله الله، حلوة يا محمد قاسم، حلوة تسديدة رائعة، وأيضا أعادها مرة أخرى المواس، ولكن أبعدت من فهد اليوسف، سددها فهد اليوسف، أبعدت من حسين علي، وبالتالي يضيع الهدف الثالث على فريق نادي الشرطة مع بداية ومجريات الشوط الثاني. هذا هو الكابتن حيدر قرمان 36 سنة، وخطأ لمصلحة القيثار الخضراء في منتصف الملعب. فيصل جاسم يلعب كرة طويلة رأسية مقطوعة إلى الخارج من أمير غانم، هذا هو أمير غانم القادم من نفط الوسط، يلعب رمية تماس عبد المجيد أبو بكر، بينية قصيرة اليوسف إلى الخارج، وتماس جديدة أخرى، تلعب الكرة من المواس عبد المجيد، كرة عالية أقرب إلى الحارس حسين علي. حلوة الحسين علي، أداء جيد ومميز من قبل هذا الحارس الشاب في هذه المباراة. كرة وليد سالم يعيدها كرار عامر، هات وخذ وليد من جديد، مقطوعة الكرة أقرب لها موموني، يعيدها إلى الحارس أحمد باسل، أحمد يبعد الكرة، كرة عالية في المنتصف سيطر عليها الكابتن والقائد، مقطوعة الكرة من أمامه على عبد الزهرة، تمريرة طويلة باتجاه محمود المواس، المواس يحاول يدخل، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تقطع من أمامه، تقطع من أمام هذا المهاجم الخطير السوري محمود المواس 28 سنة، وركنية جديدة لمصلحة فريق نادي الشرطة في الجهة القريبة على يمين الحارس حسين علي. سلامات للمواس نجم المنتخب السوري
والصفقة الرابحة حقيقة لنادي الشرطة في هذا الموسم، محاولة للتوغل ولكن إبعاد في اللحظة المناسبة من أمير غانم وأيضا هردي سيامند، وبالتالي تضيع الفرصة على فريق القيثارة الخضراء في هذه اللحظات من أجل تعزيز الهدفين بهدف ثالث. ركنية على التنفيذ محمد قاسم المتخصص بالركلات الركنية. محمد قاسم يلعب الكرة مقطوعة راسية، يسيطر عليها هردي سيامند، راجعة إلى فيصل جاسم، يعيد الكرة أحمد باسل، أحمد كرة طويلة تعبر خط المنتصف، سيطر عليه فهد اليوسف، كرة خطرة ولكن سهلة أيضا إلى حسين علي، سهلة إلى الحارس حسين علي، يلعب الكرة في اليد شيركو كريم، شيركو يتوغل، شيركو صاحب الهدف الأول لأربيل، كرة تطول من أمامه أقرب لها يسيطر عليها بارزان شيرزاد وأعتقد تسلل، نعم راية وتسلل، راية وتسلل من المساعد الأول الدولي حيدر عبد الحسن، وركلة حرة لمصلحة فريق نادي الشرطة. شرطة وأربيل أولى مباريات هذا اليوم يوم أمس أعزائي المشاهدين، كانت انطلاق المنافسات الجولة الثالثة الديوانية مع الطلبة، المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف. النفط مع الكرخ تعادل السلبي، نفط الوسط حقق الفوز على نوروز بهدفين مقابل لا شيء، وأيضا القوة الجوية حقق الفوز على نفط ميسان بهدفين مقابل لا شيء. واليوم أيضا تقام 5 مباريات، هذه مباراة الشرطة مع أربيل، وأيضا في نفس التوقيت هناك مباراة أمارة بغداد ونفط البصرة. وكرة الآن لمصلحة فريق الشرطة مقطوعة من دفاعات فريق نادي أربيل، هات وخذ، مناولات بينية، كرة يعيدها راهو يوسف، يسيطر على الكرة، راجعة إلى الخلف يسيطر عليها من جديد المواس يمرر، المواس اليوسف فهد اليوسف إلى المواس القيثارة الخضراء بينية، هات وخذ من مواس ولكن تقطع الكرة مبعدة من دفاعات فريق نادي أربيل، تمريرة في الجهة البعيدة، راجعة يسيطر عليها الجهة البعيدة، كوسرت بايز، محاولة توغل كوسرت بايز، مقطوع الكرة، عبد المجيد أبو بكر، محمد قاسم، محمد اللي صنع الهدف الأول ومرر الكرة على رأس اللاعب كرار عامر اللي أدرك من خلال هدف التعديل للشرطة. فهد اليوسف بينه وبين المدافع، فهد اليوسف كرة خطرة ولكن أيضا مبعدة من دفاعات فريق نادي أربيل. مستوى جيد حقيقة حتى الآن قدم الفريقين 3 أهداف شاهدنا خلال مجريات الشوط الأول، ونبحث عن المزيد من الإثارة والمتعة خلال مجريات الشوط الثاني من هذه المواجهة. كرار عامر يتوغل بالكرة، كرار بينه وبين المدافع كوسرت بايز، كرار عامر يلعب الكرة باتجاه محمد داود يبحث عن زميل، يعيدها مرة أخرى، كرار عامر يلعب كرة طويلة مقطوعة راسية من برزان شيرزاد، راجع يسيطر عليها الكابتن والقائد حيدر قرمان، تمريرة إلى جهة اليمين يسيطر عليها بارزان في المنتصف إلى حيدر من جديد، حيدر قرمان، حيدر تغيير لعب للجهة البعيدة باتجاه شيركو كريم مهاجم فريق نادي أربيل، شيركو يتخلص من لاعب يبحث عن زميل، شيركو كريم يعيد الكرة بكعب قدمه إلى الخلف إلى راهو يوسف، كرة عالية ولكن هذه ما تشكل خطورة على الحارس أحمد باسل حارس مرمى فريق نادي الشرطة اللي يلعب الكرة في اليد إلى جهة اليسار باتجاه اليوسف إلى المواس لاعبين سوريين على مستوى وأداء عالي في هذه المواجهة. محمد داود كرة رأسية ولكن تقطع أيضا من فرانكو التوغولي، يسيطر عليها من جديد راهو يوسف، الكابتن والقائد حيدر قرمان يلعب الكرة في الجهة البعيدة، هريم تحسين محاولة للتوغل، شيركو كريم، شيركو بينه وبين المدافع، شيركو يحاول يتوغل ولكن الكرة تطول إلى الخارج، وبالتالي ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي الشرطة اللي متقدم بهدفين مقابل هدف واحد. هذا هو الكابتن وليد سالم نجم منتخبنا الوطني السابق، وأحمد باسل، وركلة مرمى لمصلحة فريق نادي الشرطة في الدقيقة 56 من عمر هذه المواجهة. أيضا هناك مباريات أخرى أعزائي المشاهدين في الساعة السادسة، مباراة النجف
والكهرباء في ملعب النجف، وأيضا تختتم في لقاء فريقي الزوراء والقاسم في هذا الملعب، ملعب الشعب الدولي، في الساعة 8:30 بتعليق الزميل حسين الساعدي. والكرة راجعة إلى الخلف من قبل محمد قاسم، سيطر عليها كرار عامر، تمريرة طويلة في المنتصف، عبد المجيد أبو بكر إلى جهة اليسار، الدولي على عبد الزهرة، أقرب إلى مصطفى معان، أقرب إلى مصطفى معان، راجع يسيطر عليه المواس، المواس محاولة وصافرة وخطأ. المواس يحصل على خطأ، محمود المواس حاول يتخلص من أحد دفاعات فريق نادي أربيل وتعرض إلى إعاقة، رقابة لصيقة بالتأكيد ضد هذا اللاعب الأميز في صفوف فريق نادي الشرطة في هذا الموسم. خطأ وركلة حرة لمصلحة القيثارة الخضراء في الدقيقة 57، والشرطة اللي متقدم بهدفين مقابل هدف واحد. هذا هو الحارس الشاب حسين علي، 21 سنة، وتوجيهات للجدار الدفاعي لفريقه، والحكم الدولي الكابتن علي صباح 44 سنة اللي يقود مباراة هذا اليوم، أول حكم عراقي يحصل على شهادة الفار، وأيضا هو أول حكم عراقي يستخدم تقنية الفار، وكان ذلك في مباراة سوريا واليابان في كأس آسيا تحت سن 23 سنة. ركلة حرة لمصلحة القيثارة الخضراء، جدار دفاعي من 4 لاعبين أو 5 لاعبين، محمد قاسم على التنفيذ المتخصص بالركلات الحرة، حسين علي ونظر الترقب، ركلة حرة المواس، ركلة حرة للشرطة ومحمد قاسم، خطأ لمصلحة فريق نادي الشرطة، محمود المواس، مواس يسدد ولكن الكرة تصطد بالدفاعات، راجع يسيطر عليها المواس من جديد قرب الخط الجانبي، الكرة تزال داخل أرضية الملعب، يسيطر عليها فرانكو توغولي، يعيد الكرة إلى الخلف إلى الكابتن، مقطوع الكرة من أمامه محمد داود من جديد، القيثارة يحاول محمد داود، مقطوع الكرة ما سيطر عليها، راجعة إلى الجهة البعيدة، هريم تحسين مرر الكرة إلى برزان شيرزاد، راجع الكرة إلى الخلف، هريم تحسين من جديد، بينية قصيرة باتجاه القائد ما يسيطر عليها، هجمة جديدة لمصلحة فريق نادي أربيل، حيدر مقطوعة أيضا من دفاعات فريق نادي الشرطة، يسيطر عليها فرانكو، رأسية من عبد المجيد أبو بكر، أربيل يحاول من جديد إدراك التعادل، كرة يسيطر عليها كوسرت بايز، يمرر الكرة رهوة يوسف باتجاه القائد حيدر قرمان، هجمة لمصلحة الأربيل ولكن تقطع في اللحظة المناسبة، مبعدة من الحارس أحمد باسل، راجعة إلى محمد داود، أربيل من جديد، رهوة يوسف، فرانكو، قرمان، حيدر قرمان، تمريرة، كرة خطرة، جول، هدف التعادل، هدف التعادل عن طريق الغاني موموني، موموني صنع الهدف الأول وسبب بركلة جزاء، والآن يعود من جديد ويعادل النتيجة لأربيل في هذه المواجهة في هذه المباراة، ويحرز هدف التعديل في الدقيقة 60 من عمر هذه المواجهة. شافيو موموني في الدقيقة 60 يعلن عن إعادة المباراة إلى التوازن من جديد إلى نقطة البداية من جديد. شوفوا بالعادة موموني خطر هذا اللاعب وسدد بالمباشر على يمين الحارس أحمد باسل، معلنا تسجيل هدف التعادل لمصلحة أربيل في هذه المواجهة. تمريرة ذكية من قبل القائد والخبرة حيدر قرمان، وموموني الغاني سدد بالمباشر وأعاد المباراة إلى التوازن من جديد. هدفين مباراة جميلة وممتعة، 4 أهداف حتى الآن وملعوبة الآن كرة البداية لمصلحة فريق نادي الشرطة، كرة راجعة إلى الخلف، مستوى جيد حتى الآن قدمها فريق نادي أربيل، هردي سيمن في الجهة البعيدة أن يواجه فريق نادي الشرطة بطل الدوري العراقي ل5 مرات، ومحمد قاسم، وكلام أيضا مع أمير غانم أو هردي سيامند، والآن شاهد اللاعب رقم 77 يدخل في تشكيلة فريق نادي أربيل. هل فايق حسن استدعي للمنتخب الأولمبي وتبديل في صفوف فريق نادي أربيل من جديد. القيثارية كرة عالية ولكن تطول إلى الخارج ورمية تماس لمصلحة فريق نادي أربيل في الجهة القريبة.
هدفين لهدفين، نتيجة جيدة حتى الآن تحسب لفريق نادي أربيل في هذه المواجهة. رمية تماس ملعوبة، برزان شيرزاد، موموني، فيصل جاسم، محمد قاسم، علاء عبد الزهراء. المواس من جديد بينه وبين المدافع، تمريرة جميلة علاء عبد الزهراء وهو مصطفى معان. كرة خطرة، كرة خطرة ولكن مبعدة في اللحظة المناسبة. كرة خطرة كانت ولكن مبعدة في اللحظة المناسبة. أيضا هذا اللاعب الآخر ياسين عدنان دخل في تشكيلة فريق نادي أربيل رقم 9. ملعوب الكرة، القيثارة من جديد، تمريرة ولكن سهلة يسيطر عليه الحارس حسين علي حارس مرمى فريق نادي أربيل. هذا هو المواس، محمود المواس. التعادل بهدفين لهدفين، ويبدو لي هناك أيضا تبديل في صفوف فريق نادي الشرطة. اللاعب اللي يحمل رقم 17 حسين يونس نجم فريق نادي الميناء اللي راح يشترك بعد لحظات في هذه المباراة. حسين يونس 9 أهداف في الموسم الماضي. وكرة الآن موموني النجم في هذه المباراة. كرة خطرة، تسديدة وحلوة يا أحمد باسل، حلوة كانت، تسديدة كانت من برزان شيرزاد وأحلى من الحارس أحمد باسل حارس مرمى فريق نادي الشرطة وحارس مرمى منتخبنا الوطني. هدفين لهدفين، وحسين يونس على وشك الدخول في تشكيلة فريق نادي الشرطة في هذه المباراة. راجع يسيطر عليها المواس من جديد، محمود المواس نجم المنتخب السوري، عبد المجيد أبو بكر، محمد قاسم. حلوة حركة لعب جميلة وبالخطأ محمد قاسم حسدناه والله. ملعوب الكرة جهة اليسار، أربيل من جديد، أربيل عن طريق شيركو كريم، شيركو بينه وبين المدافع يتخلص من لاعبين ما يسيطر على الكرة، تقطع الكرة من أمامه، راجع يسيطر عليها فادي يوسف، يلعب كرة طويلة باتجاه المواس، كرة خطرة المواس ولكن أيضا الكرة أعتقد هناك راية وتسلل وركلة حرة لمصلحة فريق نادي أربيل. هذا هو المساعد الثاني عباس العنزي، المساعد الثاني في الطاقم التحكيمي لمباراة هذا اليوم. تسلل واضح وصريح وبالتالي ركلة حرة لمصلحة فريق نادي أربيل اللي لا يزال حتى الآن يقدم أداء جيد ومتوازي. وأيضا تبديلا في صفوف فريق الشرطة، حسين يونس رقم 17 وأيضا أحمد زيرو القادم من زاخو يدخل في تشكيلة فريق نادي الشرطة. خروج محمد داود رقم 29 ودخول اللاعب أحمد زيرو وأيضا دخول لاعب حسين يونس في تشكيلة فريق نادي الشرطة. تبديلين جديدة لفريق نادي الشرطة عن طريق المدرب المصري مؤمن سليمان مدرب فريق نادي الشرطة في هذه المواجهة، أحمد زيرو القادم من زاخو، وأيضا خروج فهد اليوسف السوري من المباراة. تبديلا جديدة، أوراق رابحة، دماء جديدة يزجها المدرب المصري مؤمن سليمان في هذه المواجهة في هذه المباراة اللي تجري لحساب الجولة الثالثة. إعادة مرة أخرى للحالة اللي حدثت، تمريرة وتسديدة من بعيد ولكن يقظة الحارس أحمد باسل ويسيطر على الكرة. راجعة للمواس من جديد، يسيطر عليها هلو فايق حسن، تلعب كرة طويلة أقرب إلى الحارس أحمد باسل. القيثارة الخضراء، التعادل بهدفين لهدفين في المباراة التي تجري على أرض ملعب الشعب الدولي. لقاء الفريقين في الدوري الموسم الماضي في المرحلتين تمكن من خلالها الشرطة من الفوز في المباراتين بهدف واحد مقابل لا شيء وهدفين مقابل هدف واحد. وهذا اللقاء الذي يجري في هذا الموسم في هذه الجولة وحتى الآن التعادل الإيجابي بهدفين. كرة راجعة لفريق نادي أربيل بالمنتصف، فرانكو التوغولي يسيطر على الكرة، القائد حيدر قرمان يعيد الكرة إلى الخلف، راهوة يوسف بينية قصيرة، هردي سيامند، هردي 36 سنة، جهة البعيدة كوسرت بايز، فرانكو لا على التعيين، أقرب لها حسين يونس لكن مقطوع الكرة من أمامه من جديد إلى حيدر قرمان. أربيل يحاول إدراك هدف التقدم الثالث وهدف الفوز في هذه المواجهة، والشرطة يحاول أيضا إحراز هدف الثالث في هذه المباراة والحصول على نقاط المباراة كاملة غير منقوصة. راجعة سيطر عليها
من جديد أحمد زيرو، محمد قاسم يسدد ولكن تسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة كانت قوية وبعيدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب من محمد قاسم لاعب فريق نادي الشرطة ولاعب منتخبنا الوطني، 25 سنة، بداية مع نفط الوسط ومثل القوة الجوية وأيضا أحرز مع القوة الجوية كأس الاتحاد الآسيوية في 2016. كرة ملعوبة رأسية ما يسيطر عليها موموني، مصطفى محمد معا يعيدها للخلف، رأسية صافرة وخطأ لمصلحة فرانكو كوني فرانكو التوغولي، سلامات أو لبرزان شيرزاد. برزان شيرزاد 33 سنة، مثل أندية بشمركة وزاخة ونفط الوسط. اشتباك كرة مشتركة مع حسين يونس نجم فريق نادي الميناء، اللاعب اللي قدم مستويات مميزة مع الميناء في الموسم الماضي وأحرز من خلاله 9 أهداف، واحد من العلامات الفارقة لفريق الميناء في الموسم السابق 2020-2021 والمنتقل إلى صفوف القطار الخضراء في هذا الموسم. كرة لمصلحة فريق نادي الشرطة، محاولة للتوغل في الجهة البعيدة ولكن كرة تطول من علاء عبد الزهر إلى الخارج وبالتالي ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي أربيل. هذا هو الكابتن مؤمن سليمان وتوجيهات للاعبيه. ودخلنا في الدقيقة 68 إعادة من جديد حيدر قرمان وتسديدة بالمباشر من موموني والهدف التعديل وهدف التعادل الثاني لمصلحة أربيل في هذه المواجهة. فرحة اللاعبين واللاعبين الاحتياط وأيضا دكة البدلاء المؤلفة من أحمد صلاح وحسين أو أحمد شكور وحامد كاظم، وأيضا إلى تواجد مدرب اللياقة البرازيلي سيلفا. كرة خطرة باتجاه موموني، أربيل من جديد يحاول ولكن مقطوع الكرة من أمامه. هذا شافيا موموني الغاني يعني اليوم في هذه المباراة سبب إرباك واضح لدفاعات فريق نادي الشرطة، يمتلك إمكانيات رائعة. المواسي يسيطر على الكرة، هجمة جديدة للقطار الخضراء، المواسي مرر الكرة جهة البعيدة، كرة خطرة ولكن مبعدة من دفاعات فريق نادي أربيل. تعود الكرة الجهة البعيدة باتجاه شيركو كريم. شيركو كريم يسيطر على الكرة، يعيد الكرة في المنتصف، كوني فرانكو كرة تطول إلى الخارج وتماس جديدة لمصلحة فريق نادي أربيل. هذا هو فرانكو التوغولي، محاولة، شوف الإعادة ما سيطر على الكرة موموني وبالتالي كان ممكن أن تشكل خطورة أيضا على الحارس أحمد باسل وشباك فريق نادي الشرطة في هذه المواجهة. ملعوب الكرة لمصلحة فريق أربيل، محاولة توغل، يتعرض إلى إعاقة وصافرة أو الحكم يشير إلى استمرارية اللعب. هذا هو حسين يونس القادم من الميناء، كرة خاطئة، راجعة الكرة يسيطر عليها برزان شيرزاد. برزان فرانكو من جديد يعيد الكرة هريم تحسين يلعب كرة طويلة في الجهة البعيدة، هات وخذ مقطوع الكرة من أمير غانم يسيطر عليها من جديد القيثار الخضراء. الشرطة من جديد تمريرة باتجاه المواس ولكن مقطوعة من هردس يامنت في اللحظة المناسبة. محمد قاسم يحاول، محمد قاسم يتخلص من اللاعب يبحث عن التسديد، محمد قاسم إلى جهة اليسار باتجاه مصطفى محمد معل يبحث عن زميل، تمريره الى حسين يونس بينه وبين المدافع. حسين يونس الكره لا تزال داخل ارضيه الملعب، حسين يونس يتعرض الى اعاقه والحكم يشير الى استمراريه اللعب من جديد. تمريره مقطوعه لفريق نادي اربيل، هجمه بهجمه، مباراه جميله يشهدها ملعب الشعب الدولي هذا اليوم. الجوله الثالثه تمريره الى جهه اليمين يسيطر عليه ياسين عدنان الى موموني شافيا موموني يعيد الكره الى الخلف، راجعه من بعيد وسهله الى الحارس احمد باسل. حلوه تسديده كانت رائعه من حيدر قرمان ولكن التمركز الصحيح لهذا الحارس أحمد باسل يسيطر على الكرة. وأحمد باسل يلعب كرة طويلة، شوفها بالعادة، تسديدا من مسافة 40 يارد من حيدر قرمان القائد والكرة إلى أحضان الحارس أحمد باسل. ملعوبة الكرة، فرانكو من جديد، فريق أربيل، كوسرت بايز، فرانكو في المنتصف سيطر على الكرة. فرانكو يلعب كرة طويلة أقرب إلى كرار عامر يقطعها، سيطر عليها من جديد الغاني موموني يتخلص ولكن أيضا تسديدة ضعيفة إلى الحارس أحمد باسل. تسديدة ضعيفة، دخلنا
في الدقيقة 71. يا من تتابعونا في كل مكان أحبتي المشاهدين، التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين في مواجهة الشرطة مع أربيل في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثالثة للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم 2021-2022. تمريرة في الجهة البعيدة، القيثارة الخضراء يحاولون عزف أحلى الألحان من جديد في هذه المواجهة. تمريرة ولكن سهلة إلى أحضان الحارس الشاب حسين علي اللي يسيطر على الكرة. القيثارة الخضراء. وأيضا نشاهد تبديل آخر في صفوف فريق نادي أربيل، ديدار غازي يحمل رقم 5، وأعتقد خروج القائد والكابتن حيدر قرمان من الملعب. ديدار غازي، وهذا هو أيضا بسام، نعم بسام شاكر لاعب فريق نادي الشرطة. هجمة لمصلحة فريق أربيل في الجهة القريبة، كرة خطرة ولكن مبعدة من كرار عامر. راجع الكرة إلى الخلف، يسيطر عليها حسين يونس، مصطفى محمد معا. تمريرة قصيرة على عبد الزهرة، محمد قاسم. هجمة جديدة لمصلحة فريق نادي الشرطة. القيثارة الخضراء باتجاه المواس، ما سيطر عليها أحمد زيرو. كرة مقطوعة من خطرة، كرة خطرة على عبد الزهرة. زيرو من جديد، زيرو يحاول بينه وبين المدافع تسديدة ولكن حلوة. كرة خطرة ويتعرض لإعاقة وصافرة وركلة جزاء لمصلحة الشرطة في الدقيقة 73. أحمد زيرو سدد الكرة، ما سيطر عليه الحارس حسين علي، والكرة خرجت عن ايده، وبالتالي حاول السيطر عليها محمود المواس وتعرض الى اعاقة، وبالتالي لن يتردد الحكم الدولي علي صباح من اعلان ركلة جزاء لمصلحة فريق نادي الشرطة في هذه اللحظات. إعادة لأكثر من زاوية للحالة اللي حست، واعثار من قبل الحارس حسين علي للاعب فريق نادي الشرطة، نجم فريق نادي الشرطة المواس. إعادة مرة أخرى وركلة جزاء يعلن من خلالها الحكم الدولي علي صباح لمصلحة فريق نادي الشرطة في الدقيقة 73. تبديل نشاهد الآن في صفوف فريق نادي أربيل، وركلة جزاء لمصلحة فريق نادي الشرطة. من الممكن أن تعلن تقدم فريق القيثارة في هذه المواجهة من جديد، ودخول اللاعب ديدار غازي والمواس على التنفيذ. محمود المواس سجل هدف المباراة الوحيد للشرطة على الطلبة في الجولة الأولى، وركلة جزاء لمصلحة القيثارة الخضراء. محمود المواس على التنفيذ، ركلة جزاء لمصلحة فريق نادي الشرطة. محمود المواس يتقدم المواس يسدد ويردها الحارس، يسدد او بالعارضة. الله على هذه الكرة، واحلى لحسين علي اللي سبب بركلة جزاء، ولكن رد الدين من جديد. وحسرة هذا اللاعب، حسرة المواس على إحراز هدف التقدم الثالث في هذه المواجهة. وسلامات للحارس حسين علي. محمود المواس نجم فريق نادي الشرطة ونجم المنتخب السوري، ركلة جزاء ردها بكل براعة حسين علي، حلوة لهذا الحارس. سدد من جديد محمود المواس، ولكن العارضة تتكفل بإبعاد الهدف الثالث عن فريق أربيل في هذه اللحظات، وبالتالي تضيع فرصة التقدم على فريق نادي الشرطة في الدقيقة 74. عادة أكثر من مرة، يعني ردة فعل رائعة وجميلة لهذا الحارس حسين علي في هذه المباراة. واحدة من الوجوه الشابة اللي اكتشفها مدرب حراس المرمى الكابتن حامد كاظم، مدرب حراس مرمى فريق نادي أربيل. وأيضا سبق وأن اكتشف هذا المدرب جلال حسن حارس مرمى فريق نادي الزوراء، وأيضا علي ياسين، محمد عبد الزهرة، والآن حسين علي اللي استدعاه الكابتن حامد كاظم لصفوف فريق نادي أربيل للدفاع عن ألوانه في هذا الموسم. توجهت من المدرب المصري مؤمن سليمان. الشرطة يضيع ركلة جزاء، وبالتأكيد تبديل وخروج محمود المواس إلى خارج أرضية الملعب. وأعتقد هناك دقيقة لشرب المياه. فريق نادي أربيل حتى الآن أداء جيد، أقولها لم يخرج محمود مواس عذرا، ذهب لشرب بعض المياه. والكرة الآن لمصلحة فريق نادي أربيل. حسين علي أداء
10/10 في هذه المباراة. حلوة لهذا الحارس وأحلى لحارس أيضا في الجهة المقابلة. أحمد باسل حارس مرمى فريق نادي الشرطة. مباراة جيدة ممتعة في دقائقها ال75 اللي مضت. شاهدنا 4 أهداف وضياع ركلة جزاء لفريق نادي الشرطة، والكرة تعود. يسيطر عليها ريم تحسين 26 سنة. الجهة القريبة مصطفى معا. مصطفى محاولة للتوغل، يتعرض إلى إعاقة، صافرة وخطأ لمصلحة الشرطة. ملعوبا فيصل جاسم. محمد قاسم من جديد. مصطفى معا. الشرطة يحاول هدفين لهدفين. عبد المجيد أبو بكر. تمريرة قصيرة باتجاه كرار عامر صاحب الهدف الأول لفريق نادي الشرطة. كرار في المنتصف. تمريرة قصيرة مرة أخرى لفيصل جاسم. مصطفى معا. محمد قاسم. تمريرة باتجاه المواسي ليضع ركلة جزاء. كرة خطرة. يتوغل زيرو، ولكن الكرة تقطع من أمامه، وبالتالي ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي أربيل. هذا هو أحمد زيرو القادم من صفوف نادي إزاخة. الدكتور طه قادر مدرب فريق نادي أربيل، وحديث مع المساعد الآخر أحمد شكور. وهذا هو الحارس حسين علي حارس مرمى فريق نادي أربيل. مستوى مميز قدم هذا الحارس. ركلة مرمى تلعب الكرة طويلة رأسية أقرب إلى فيصل جاسم، يعيدها لأحمد باسل. أحمد يلعب كرة طويلة، سيطر عليه محمد قاسم بالخطأ، راجع يسيطر على فريق أربيل. صافرة الحكم يشير إلى استمرارية اللعب. جهة البعيدة حسين يونس محاولة توغل، محاولة رمية تماس لمصلحته. ملعوبة رمية تماس من حسين يونس. محمد قاسم من جديد. محمد قاسم باتجاه حسين يونس الجهة البعيدة، يسيطر عليه حسين. سيطر عليه حسين يونس، بينه وبينه مدافع. حسين يونس بينه وبينه مدافع، يعيد الكرة للخلف. مناولات بينية. حسين من جديد يلعب كرة طويلة داخل منطقة الجزاء. كرة خطرة لمصلحة الشرطة ولكن تطول إلى الخارج، وبالتالي ركنية لمصلحة فريق نادي الشرطة. هذا هو وليد سالم. ركنية جديدة لمصلحة فريق نادي الشرطة في الجهة البعيدة. الدقيقة 79. 5 ركنيات للشرطة مقابل 1 لأربيل. وليد سالم على التنفيذ، يلعب كرة عالية رأسية من علاء عبد الزهراء ولكن إلى الخارج. رأسية كانت عالية وبالتالي إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي أربيل في هذه المواجهة. مباراة أربيل المقبلة أعزائي المشاهدين سوف تكون مع النجف في ملعب فرانسو حريري، والشرطة سوف يخوض لقائه المقبل مع نفط البصرة في البصرة. وركلة مرمى لمصلحة فريق نادي أربيل طويلة من حسين علي الحارس في المنتصف إلى جهة اليمين. موموني، شافيا موموني صاحب الهدف الثاني، بينه وبين عبد المجيد أبو بكر. محمد قاسم، محمد يعيد الكرة للخلف. مصطفى معا قصيرة. عبد المجيد، مصطفى من جديد. كرة طويلة تعبر خط المنتصف. كرة عالية رأسية ما يسيطر عليها، راجع يسيطر عليها فرانكو التوغولي لاعب المنتخب التوغولي. يلعب كرة طويلة باتجاه شيركو كريم ولكن أقرب لها الحارس. هناك تسلل، راية واضحة، تسلل من الدولي المساعد الأول حيدر عبد الحسن. كرة ملعوبة لمصلحة الشرطة، ضاغط منذ دقائق الأخيرة، محاولة الإدراك هدف التقدم الثاني. كرة خطرة المواس ما سيطر عليها من جديد. 0 ولكن الكرة إلى الخارج. حلوة، توغل جيد كان من هذا اللاعب أحمد زيرو داخل منطقة جزاء فريق نادي أربيل، ولكن الكرة تقطع إلى ركنية هي السادسة لمصلحة الشرطة في هذه المباراة. إعادة مرة أخرى بالتصوير بطيء. كرة ملعوبة ولكن أيضا يسيطر عليه الحارس حسين علي حارس مرمى فريق نادي أربيل. هذا هو المواس اللي أضاع فرصة تقدم فريق نادي الشرطة من خلال إضاعته لركلة الجزاء. محمد خالد جفال وبعض اللاعبين الاحتياطي لاعبي فريق نادي الشرطة. كرة طويلة أقرب لها الحارس أحمد باسل، يلعب الكرة باليد باتجاه مصطفى محمد معا.
تعادل كان حاضر ب10 لقاءات في 40 لقاء سابق جمع فريقي الشرطة وأربيل ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم. والكرة الآن باتجاه المواس، سيطر عليها المواس من جديد باتجاه علاء عبد الزهرة، محاولة زيرو ما سيطر عليها محمد قاسم، مبعدة من دفاعات أربيل من برزان شيرزاد وإلى ركنية هي السابعة لمصلحة فريق نادي الشرطة. ضغط شرطاوي متواصل من القيثار الخضراء من أجل إدراك هدف التعديل. المواس على التنفيذ، ركنية لمصلحة الشرطة في الجهة القريبة، الدقيقة 82، كرة على داخل الملعب رأسية، ولكن تمركز جيد من دفاعات فريق نادي أربيل، قطع جيد من هريم تحسين، محاولة من جديد، محاولة من وليد سالم، تماس جديد لمصلحة فريق نادي الشرطة، دكة البدلاء محمد قاسم، محاولة للشرطة، كرة عالية ومبعدة من الحارس حسين علي اللي خرج باللحظة المناسبة وأبعد الكرة، مرتدة لمصلحة فريق نادي أربيل، أقرب إلى فيصل جاسم مدافع فريق نادي الشرطة، بينه وبين شيركو كريم، يعيد الكرة إلى أحمد باسل، باسل إلى الجهة البعيدة، سيطر عليها زيرو من جديد، أحمد زيرو، أقرب إلى عبد المجيد أبو بكر، كرة ملعوبة إلى محمد قاسم، محمد قاسم نجم منتخبنا الوطني، كرة طويلة باتجاه حسين يونس، حسين بينه وبين المدافع، بينه وبين المدافع، والكرة تطول إلى الخارج وركلة مرمى لمصلحة فريق نادي أربيل. فريق نادي أربيل أعزائي المشاهدين اللي خاض أولى لقاءاته في الدوري العراقي الممتاز، في أول مباراة له في الدوري العراقي الممتاز كانت في موسم 87 ضد الطلبة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. وهذا هو المواس من جديد، وبالتأكيد حسرة كبيرة لهذا اللاعب على ضياعه لفرصة التقدم للقيثار الخضراء في هذه المواجهة وإضاعته لركلة الجزاء. كرة ملعوبة من فرانكو إلى جهة اليمين، راجعة لفريق نادي أربيل من جديد، رهوة يوسف، رهوة بينه وبين عبد المجيد، يتخلص من لاعب ويتعرض والكرة تطول إلى الخارج، وتماس جديدة لمصلحة فريق نادي أربيل. وسلامات لأحمد زيرو لاعب فريق نادي الشرطة اللي يتعرض إلى إصابة بسيطة. والدقيقة 84 والتعادل بهدفين للشرطة وأربيل. محمد جفال على وشك الدخول، محمد خالد جفال نجم فريق نادي الطلبة في الموسم الماضي، محمد جفال واحد أيضا من اللاعبين المميزين في تشكيل فريق نادي الشرطة في هذه المباراة، على وشك الدخول في الدقائق الثمانية أو التسعة اللي متبقية من عمر هذه المواجهة. محمد جفال وخطأ لمصلحة فريق نادي أربيل في الجهة القريبة. بارزان شيرزاد يحمل رقم 29 وتوجيهات من الكابتن الدكتور طه قادر مدرب فريق نادي أربيل، وخطأ وركلة حرة لمصلحة فريق نادي أربيل. بارزان شيرزاد 33 سنة، كرة على داخل الجزاء ويسيطر عليها الحارس أحمد باسل، حلوة لأحمد باسل، حلوة لهذا الحارس، وخطأ لمصلحته، تلعب الكرة مصلحة الشرطة الجهة البعيدة، هجمة جديدة، حسين يونس يتوغل يتخلص من لاعب، حلوة لهذا اللاعب، يتخلص ولكن مقطوع الكرة من أمامه إلى تماس لمصلحة فريق نادي الشرطة. الكابتن والقائد الجديد بعد خروج حيدر قرمان هذا هو اللاعب هردي سيامان، أيضا 36 سنة، أحد اللاعبين الخبرة وأحد اللاعبين اللي اشترك لأكثر من 8 مواسم مع فريق نادي أربيل. كرة ملعوبة له مصطفى محمد معا، ما سيطر عليه على عبد الزهرة، مقطوعة مرتدة لمصلحة فريق أربيل. موموني صاحب هدف التعديل، راجع إلى فرانكو بينه وبين عبد المجيد أبو بكر، تمريرة قصيرة في المنتصف، راجعة يسيطر عليها ديدار، كرة خطرة وحلوة يا أحمد باسل، خطيرة كانت، تمريرة رائعة، خطيرة كانت ورائعة، وما سيطر عليها وياسين عدنان، انفرد بالحارس ولكن الكرة طولت وسيطر عليها الحارس أحمد باسل. خلينا نشوفها بالإعادة، هجمة مرتدة كانت لفريق نادي أربيل، محمد قاسم الشرطة يحاول من جديد، تمريرة باتجاه علاء عبد الزهرة، مقطوع الكرة أيضا، رأسية من عبد المجيد أبو بكر
فيصل جاسم من جديد، محمد قاسم. الشرطة هو الأفضل، وأربيل اللي يعتمد على الهجمات المرتدة من أجل الحفاظ على نتيجة التعادل. التعادل يعني الشيء الكثير لأربيل في هذه المباراة. خطف نقطة من الشرطة في ملعب الشعب يعني الكثير للقيثارة. كرة على داخل الجزاء، ولكن سهل لا يسيطر عليه الحارس حسين علي حارس مرمى فريق نادي أربيل. شوفوا بالعادة تمريرة رائعة كانت إلى ياسين عدنان انفرد، ولكن خروج وتوقيت رائع من الحارس أحمد باسل، ويقطع الطريق أمامه من أجل إدراك هدف التقدم الثالث لأربيل في هذه المباراة. كرة ملعوبة رمية تماس، تبديل في صفوف فريق نادي أربيل. سفين منصور، وأيضا في فريق نادي الشرطة اللاعب رقم 11 بسام شاكر، وأيضا محمد خالد جفال. محمد قاسم يترك أرض الملعب ودخل بدال اللاعب محمد خالد جفال، وأيضا اللاعب الآخر وليد سالم أيضا يترك أرض الملعب. إذن تبديلات الأخيرة، وهذا هو اللاعب رقم 10 من فريق نادي أربيل سفين منصور يدخل أرض الملعب، ويترك الملعب اللاعب موموني اللي سجل هدف التعادل، واحد من أبرز اللاعبين، أداء جيد وترك بصمة في هذه المباراة. هذا هو هدف التعديل اللي سجله موموني في الدقيقة 60 من عمر هذه المواجهة. كرار عامر، بينية قصيرة، مقطوعة الكرة من شيركو في الجهة البعيدة إلى تماس جديدة لمصلحة فريق نادي الشرطة. دخلنا في الدقيقة 88 في الوقت الصعب، في الوقت الحرج من عمر المباراة. فيصل جاسم، مصطفى محمد معا. مصطفى جهة القريبة، تمريرة باتجاه بسام شاكر القادم من صفوف نادي النفط. بسام شاكر مباراة دولية لهذا اللاعب مع منتخبنا الوطني. المواس بينه وبين المدافع، المواس عيدة لا بسام، ولكن الكرة تطول من أمامه وركنية لمصلحة فريق نادي الشرطة. بسام شاكر واحد من اللاعبين الشباب، هذا نشاهد الآن في الصورة، القادم من صفوف نادي النفط. الأداء الجيد اللي قدمه مع النفط في المستوى في الموسم الماضي، والمواس على التنفيذ. ركنية جديدة لمصلحة القيثارة، ملعوبة الكرة عالية رأسية ما سيطر عليها، أقرب لها حسين علي يسيطر على الكرة. حسين علي أداء جيد كما ذكرنا في مباراتها اليوم، أن يرد ركلة جزاء من لاعب محترف من أمام المواس، فهذا يعني الشيء الكبير لهذا الحارس في بداية مشواره. حارس شاب 21 سنة. فيصل جاسم يعيدها، راجعة الشرطة من جديد، عبد المجيد أبو بكر، كرة طويلة باتجاه حسين يونس أقرب إلى المدافع، راجعة يسيطر عليه ديدار غازي، ديدار يبحث عن زميل، تمريرة في المنتصف باتجاه شيركو كريم، مقطوع الكرة، ملعوبة الكرة، وأيضا صافرة وخطأ لمصلحة عبد المجيد أبو بكر اللي نشاهد الآن في الصورة. سلامات لعبد المجيد أبو بكر، تعرض إلى إعاقة من قبل كوني فرانكو، وبالتالي خطأ وركلة حرة لمصلحة فريق نادي الشرطة. كرار عامر جهة اليسار، مصطفى محمد معا بالخطأ ما سيطر عليها، راجعة عبد المجيد أبو بكر من جديد. الشرطة يحاول، سين يونس بسام شاكر، بسام بينه وبين المدافع، بسام يتوغل، بسام، والكرة تطول إلى ركنية الثامنة للشرطة في هذه المباراة. هذا هو بسام شاكر، ركنية لمصلحة فريق نادي الشرطة، ركنية للشرطة، ملعوبة الكرة، بسام جفال من جديد يلعب الكرة، تقطع الكرة من أمامه، شيركو كريم، شيركو، وأيضا صافرة وخطأ آخر لمصلحة فريق نادي الشرطة. إعاقة كانت ضد أحمد زيرو، وصافرة وخطأ لمصلحة فريق نادي الشرطة. توجيهات من المساعدين، مساعدين فريق نادي أربيل للاعبي أربيل في الوقت الحرج، اللحظات الأخيرة. دخلنا في الدقيقة 90، 10 ثواني و8 فاولات لمصلحة الشرطة مقابل 10 لأربيل، وخطأ ومحمد جفال على التنفيذ. كرة عالية داخل الجزاء، رأسية، كرة خطرة، ولكن مبعدة مشتتة من هردي سيامن. مرتدة جديدة، شيركو كريم يتخلص، شيركو كريم بينه وبين المدافع، يمرر الكرة، ولكن أقرب لها أحمد زيرو اللي متراجع إلى الخلف، ويعيد الكرة إلى الحارس أحمد باسل إلى جهة اليسار. حسين يونس قصيرة، كرار عامر
4 دقائق وقت بدل ضاع، أضاف حكم مباراة الدولي علي صباح لمواجهة الشرطة وأربيل. كرة طويلة باتجاه المواس قرب الخط الجانبي، محاولة ولكن الكرة طولت وخرجت خارج أرضية الملعب، وبالتالي تماس لمصلحة فريق نادي أربيل في الجهة القريبة. هذا هو المواس، محمود المواس، رمية تماس، هيلو فايق حسن، اللي تم أيضا استدعاء لصفوف منتخبنا الأولمبي. يلعب الكرة جهة القريبة، سفين منصور يتعرض إلى إعاقة، يحصل على خطأ. سفين منصور، خطأ لمصلحة فريق نادي أربيل في منتصف الملعب تقريبا، محاولة للتخلص من لاعبين وبالتالي يحصل على خطأ والكرة ملعوبة. كرة عالية أقرب إلى كرار عامر، يبعدها رأسية، يعيدها مرة أخرى برزان شيرزاد. كرار من جديد، سين يونس أقرب إلى هيلو فايق، هيلو تمريرة قصيرة، سفين منصور إلى جهة اليمين ولكن الكرة تطول إلى الخارج، وتماس جديدة لمصلحة فريق نادي الشرطة. مصطفى معا، تماس لمصلحة فريق نادي الشرطة. مصطفى معا، كرة طويلة في المنتصف، أربيل من جديد، شيركو كريم، شيركو راجعة ما يسيطر عليها، محمد جفال، محمد هجمة جديدة لمصلحة الشرطة، راجعة أربيل من جديد يحاول يسيطر عليها، ديدار غازي، ديدار، شيركو يتعرض إلى إعاقة وبالتالي يحصل على خطأ في هذه اللحظات في الدقيقة 93. وأيضا التعادل السلبي لا يزال حاضر في مباراة أمانة بغداد مع نفط البصرة. التعادل السلبي ما بين أمانة بغداد ونفط البصرة في المباراة التي تجري في نفس التوقيت، وأيضا هنا التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين لكل من الشرطة وأربيل. خطأ لمصلحة أربيل في الجهة البعيدة، خطأ لمصلحة أربيل. كرة على داخل الجزاء، كرة خطرة، أحمد باسل، كرة راجعة، كرة خطرة، ضاعت كرة خطرة ضاعت من برزان شيرزاد. برزان شيرزاد كان من الممكن أن يحرز الهدف الثالث والقاتل في هذه اللحظات، ولكن سدد والكرة تعلو العارضة بقليل. خطأ كان من الحارس أحمد باسل، أبعد الكرة، استغل الكرة برزان شيرزاد ولكن الكرة مبعدة. تعود من جديد لمصلحة فريق نادي أربيل. كوسرت، شيركو، كرة خطرة، كرة الله، كرة خطرة ومبعدة في اللحظة المناسبة. هجمتين خطرة كل يعني والله يعني ضاعت على فريق نادي أربيل في لحظات صعبة وسط ذهول اللاعبين الاحتياط ودكة البدلاء. هدفين محققة ضاعت على فريق نادي أربيل. كرة راجعة إلى الخلف، هلو فايق حسن، كرة على داخل الجزاء، رأسين ما يسيطر عليها. أربيل من جديد، محاولة للتوغل داخل الجزاء ولكن مقطوعة من فيصل جاسم اللي يسيطر على الكرة. أربيل أضاع هدفين محققين في الدقيقة الماضية، كان من الممكن أن تقلب الموازين وتعود بالنقاط الثلاث مع أربيل في هذه المواجهة، ولكن أضاعها لاعب فريق نادي أربيل برزان شيرزاد. صافرة من الحكم الدولي أعزائي المشاهدين علي صباح تعلن من خلال نهاية أحداث هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين لكل من الشرطة وأربيل. سجل لأربيل شيركو كريم في الدقيقة 11 وعادل كرار عامر في الدقيقة 40، ثم أضاف على عبد الزار الهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 44 وسجل موموني هدف التعادل لأربيل في الدقيقة 60، وأضاع أيضا محمود المواس ركلة جزاء للشرطة في الدقيقة 74. أعزائي المشاهدين أتمنى أن أكون قد وفقت معكم في نقل وقائع وأحداث هذه المباراة، حتى ألتقيكم إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.